حبايب قلبي المحترمين، يا رب تكونوا بخير، دمتم سالمين، دمتم فائقين. جينا لكم بقى بتكات الوحده الثانيه في الجغرافيا. طبعا دي خريطه ايه؟ لو حضرتك هتركز معانا كده يا قلب القلب هتلاقي ان دي خريطه حاجه اسمها، الله ينور عليك، السلالات البشريه. عايزك تاكد معايا بس على السلالات البشريه، على كام حاجه كده صغيره يا قلبي في المعلومات الخاصه باوائل الطلبه. وطبعا المعلومات دي احنا بنجيبها منين؟ اقول لك احنا بنجيبها من الخريطة، استنتاج سيادتك بقى تشتغل عليها والله يسهل لك الحال وتشتغل بطريقة كويسة. بص يا قلبي، أول معلومة أنا وأنت نستنتجها من الخريطة وركز معايا فيها بقى. المعلومة دي بتقول: تنتمي جماعة البنتو أكثر السلالات انتشارا إلى قارة، أقول له جماعة البنتو هتبقى قارة أفريقيا. السؤال اللي بعده هيقول لك: السلالة التي لم تختلط بغيرها من السكان وتتعرض للانقراض تتركز في حوض. بص، طالما فيها انقراض اللي بتنقرض السلالة بتاعت حوض الكونغو وصحراء كالهاري. السؤال اللي بعده: الزراعة في الأمريكتين كان لها تأثير اجتماعي سيء على السلالة، أقول لك الزنجية، لأن اوعى تنسى إن الزنوج اتعرضوا للهجرة الإجبارية للعمل في مزارع، يعني زراعة. السؤال اللي بعده: ينتمي سكان انجلترا وفرنسا، اقول لك انجلترا وفرنسا المجموعه القلبيه، ليه؟ عشان دي غرب ووسط اوروبا. اما السؤال اللي بعده: يعيش اكبر عدد من السلاله المغوليه، ما تفكرش كتير، دوله الصين لانها اكثر دول العالم سكان. تمثل نسبة السلالتين الزنجية والمغولية كام بالنسبة للعالم؟ الاتنين مع بعض النص، لأن أنا عارف إن 50% سلالة قوقازية. ما تخلوش يلعب بالألفاظ وأنت تبقى شبه عبيط. يبقى السلالتين التانيين واخدين 50%. قال لك: تحتفظ السلالة البشرية النقية بصفات مميزة تميزها عن غيرها، بقول له بسبب العزلة. أي سلالة نقية بتبقى في أماكن معزولة. سين 8 يا مستر. قال لك: أكثر السلالات البشرية انتشارا بين مدار الجدي ودائرة الاستواء، أقول له السلالة الزنجية واحنا مغمضين. ده بالنسبة للسلالة في كل القارات. يتشابه السكان الأصليين في غرب أمريكا الجنوبية والإسكيمو في أنهم، أقول له سلالة نقية. غرب أمريكا الجنوبية ده الجبال اللي فيها الهنود الحمر، والإسكيمو بيعيشوا في كندا، فقال لي الناس دي هما الاتنين سلالة نقية. من الصفات الجسمية الخارجية لسكان ألاسكا يبقى سلالة مغولية، شعر مسترسل، بشرة صفراء، عيون منحرفة. سين 11 يا مستر. أكتر سلالات العالم وجودا في نصف الكرة الأرضية الشرقي، ما تفكرش سلالة مغولية، عشان الشرقي، النص الشرقي في قارة آسيا ومعظمها سلالة مغولية 40%. يرتبط وجود السلالة النقية في قارة أفريقيا، أقول له بالسهول الفيضية والصحراوية. السلالة النقية ليه سهول فيضية؟ قال لك عشان حوض الكونغو. وليه سهول صحراوية؟ قال لك عشان صحراء كالهاري. السؤال اللي بعده قال لك: الجسر الذي عبرت من خلاله السلالة الزنجية للأمريكتين، أقول له المحيط الأطلنطي. كانوا بيتاخدوا من أفريقيا يطلعوا على الأمريكتين، محيط أطلنطي. القارة التي تتشابه مع قارة أفريقيا في السلالات، أقول له هي قارة استراليا. قال لك: تتكون دولة الهند من سلالتين، أقول له الزنجية، ودي بتوجد في الجزء الشرقي فقط، بينما السلالة القوقازية ودي ينتمي إليها معظم سكان الهند. المعلومة رقم 16 يا جميل: ينتمي معظم العرب أو دول الخليج العربي أو منطقة شبه الجزيرة العربية أو سكان دول حوض المغرب العربي إلى السلالة أو سكان شمال أفريقيا، أقول له السلالة القوقازية. كل دول سلالة قوقازية. ينتمي سكان دولة جنوب أفريقيا إلى السلالة القوقازية. تنتمي جزر اليابان، خلي بالك عشان جنوب أفريقيا كلها زنوج ما عدا الشريط اللي عند جنوب أفريقيا. جزر اليابان وجزر الفلبين وجزر أندونيسيا سلالة مغولية. قال لك: ينتمي سكان ايسلندا، اقول له سلاله مغوليه. والنبي ايسلندا حلوه قوي. بص، ايسلندا دي لو جت هتخلي ناس والله العظيم تعيط. ايسلندا هي قلبي، السلاله دي سلاله مغوليه، خلي بالك منها. خلاص، عشان ما حدش يقول لي دي تبع اوروبا واوروبا كلها قوقازيه. ايسلندا اكد لك عليها ايه؟ سلاله مغوليه. السؤال اللي بعده، بص يا قلبي، ناخده بقى الفكره اللي بعدها. الراجل قال لك: يوجد بجزيرة مدغشقر سلالتين، أقول له الزنجية في الجنوب والمغولية في شمال جزيرة مدغشقر. يفصل بحر أرافورا، أقول له السلالة الزنجية اللي موجودة في استراليا عن السلالة المغولية اللي موجودة في أندونيسيا. يتشابه سكان الصين في صفاتهم الخارجية مع سكان، أقول له سكان دولة كوريا. الله ينور عليك. نيجي بقى مستر على تحليل خريطة توزيع السكان. طبعا دي خريطة لتوزيع السكان زي ما انت شايف، جايبين شوية أماكن تركز وأماكن قلة علشان نبص عليهم بصة ونطلع منهم شوية معلومات. أول معلومة بقى:
هيجي يقول لك أقل جهات سكانا في قارة أوروبا، أقول له الجهات الشمالية. بيقسم النبات الطبيعي على قلة السكان في شمال استراليا. ليه؟ عشان النبات الطبيعي ده نبات موسمية أو حشائش موسمية، وكمان حشائش أو غابات موسمية، فدي بتقلل السكان في شمال استراليا. أقل الجهات في قارة أوروبا الجهات الشمالية فنلندا. يتشابه التركز السكاني في سواحل البرازيل مع شمال شرق الولايات المتحدة، أقول له في وجود المدن الكبرى. هما الاتنين شبه بعض، عشان سواحل هضبة البرازيل مدن كبرى فوقيها، بينما شمال شرق الولايات المتحدة مدينة نيويورك، يبقى مدينة نيويورك تعتبر مدينة كبرى، ومدن البرازيل برضه مدن كبرى. السؤال اللي بعده، يقل سكان وسط افريقيا وشمال امريكا الجنوبيه. بيقلوا ليه وسط افريقيا؟ اقول له وسط افريقيا بيقلوا بسبب حوض الامازون او حوض الكونغو بقى، يبقى غابات استوائيه. وشمال امريكا الجنوبيه هنا فيها حوض الامازون، يبقى اقول له المناخ السائد والبيئه الطبيعيه القاسيه. طب الفكره رقم 5، قال لك يقل سكان بعض مناطق السهول الفرديه زي سهول نهر، اقول لك الامازون والكونغو، دول بيقلوا فيهم جامد. قال لك تتشابه اسباب قله السكان في فنلندا مع، اقول له سهول سيبيريا، هما الاثنين عندهم بروده في الجو، هما الاثنين عندهم بروده جو. قال لك تاثر توزيع السكان في شبه الجزيره العربيه، اقول له البيئه الصحراويه الطابع التضاريسي. شبه الجزيره العربيه بيئه صحراويه عندها طابع تضاريسي سيء. رغم قله السكان في شبه الجزيره العربيه الا انها منطقه جذب للسكان، اقول له بسبب النشاط الاقتصادي اللي انا خدته في توزيع السكان اللي هو استخراج البترول. تتشابه اسباب تركز السكان في جزيره جاوا مع منطقه زراعيه، اي منطقه زراعيه زي سهول وادي النيل او نهر ميري ودارلينج او سهول المسيسيبي، لان جاوا تربه خصبه، فبالتالي جاوا دي بتبقى تربه خصبه. وعندي كمان يا قلبي الجزر مناطق زراعيه اي سهل فايدي. منطقتين يتشابهان في الطبيعة التضاريسية والمناخ وتوزيع السكان، أقول لك حوض الكونغو والأمازون. هما الاثنين طبيعة تضاريسية سهول فيضية، هما الاثنين مناخ استوائي وشبه استوائي، هما الاثنين قلة سكان. الله ينور عليك. قال لك يتميز السهول الفيضية في شرق آسيا بالتركز السكاني، على عكس السهول الفيضية الشمالية يقل بها السكان بسبب برودة الجو. فكرة 12، يتركز السكان شمال أمريكا الجنوبية، أقول له سهول فيضية زي نهر اسمه نهر الأوريانكو. مستر، عندنا بقى الأشكال البيانية احنا شرحناها لسيادتك حتة حتة وخطوة خطوة وواحدة واحدة واشتغلنا عليها. طيب عندي بقى مستر حاجة كده لازم نركز فيها، الدول ذات الدخل والتصنيع. احنا رجعنا لك في المراجعات بتاعتنا ثم دخلنا على اعتقد يا قلبي التاريخ، يبقى احنا كده فنشنا لك القصه واحده واحده وانت شغال في الدرسين دول، وهتلاقي الدنيا ابسط مما تتخيل. اشوفكم على خير يا شباب، دمتم سالمين، دمتم فائقين.